بفيديو اليوم راح نتكلم عن أبشع غرفة موجودة في سجن صيدناية وكيف كانوا يعذبون بيها المساجين، ولكن التعذيب اللي داخل هاي الغرفة بدون الضرب والتعنيف. راح نتكلم اليوم عن بعض الأحداث اللي صارت داخل هاي الغرفة، والكلام اللي راح أحكيه منقول من السجناء اللي تعذبوا داخل هاي الغرفة. فقبل لا نبلش بأول حدث لا تنسون تحطون لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، وأهم شيء تفعلون زر التنبيهات لأنه هواية فيديوهات راح تعجبكم جايتكم بالطريق. في سنة 2017 وفي أحد الأيام العادية داخل سجن صيدناية تم دفع أحد المعتقلين داخل غرفة غريبة يدخل لها لأول مرة. كان المشهد بالنسبة له أشبه بالكابوس. هذا الشخص عاش سنتين داخل هذا السجن، ومن أبسط الشغلات اللي كان محروم من عندها كان محروم من الملح اللي بالطعام. فبمجرد ما شاف الملح متناثر في أرضية الغرفة اللي دخل عليها مباشرة أخذ قبضة منه وذاق الطعم وكان مستمتع، ولكن المتعة ما طولت. بعد دقائق وأثناء ما كان يتجول بالغرفة ويستكشف الشغلات اللي بيها تعثر بجثة ملقاة في زاوية الغرفة، وبعدها لاحظ جثتين مغطاة بطبقة من الملح، بالضبط نفس الملح اللي أكل من عنده. الخوف سيطر عليه بالكامل وتوقف عن الحركة تماما، ودا يحاول يستوعب الشغلات اللي دا يشوفها، وبدأ يدرك إنه ممكن يصير مثلهم. فقعد بزاوية الغرفة بدون أي حركة، قاعد وينتظر نهايته اللي متأكد أنه قربت. وبعد فترة طويلة رجع الحارس وأخذ للمحكمة. مشهد الجثث وانتظار الموت غير شخصيته تماما. في سنة 2014 شخص ثاني عايش لحظة مشابهة. فرحة إطلاق سراحة انقلبت لرعب لما دخلوه غرفة مليانة جثث. يقول كان شعوري أصعب من لحظة اعتقالي، واقف بنص الجثث وأنا متأكد أنه راح أكون واحد من عندهم. الجثث كانت أشبه بالمومياء ولحمهم ما يبان عليه أي تحليل بسبب الملح. رابطة المعتقلين والناجين صاروا يعرفون هاي الغرفة بغرفة الملح. الفكرة من هاي الغرفة هو تأخير تحليل الجثث قبل ما ينقلونها للمقابر الجماعية، لأنه سجن صيدناية ما كان يحتوي على برادات الموتى، فكانوا يستخدمون الملح على مود يتأخر تحليل الجثث. الموت في صيدناية كان عادي، والجثث كانت تترك جنب المعتقلين كنوع من العقاب النفسي. طبعا الرائحة كانت معدومة بسبب الملح اللي كان يمنع تحلل الجثة، ولكن المشهد كان كافي لتدمير أي أمل في الحياة. هذه الغرفة كانت رمز لطغيان النظام السوري داخل معسكر الموت اللي كان يعتبر من أفظع السجون في العالم.